السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا يا حبيبة قلبي، اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات حبيبتكم ام حنين. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بدأنا بقى النهاردة اليوم بتاعنا بقى بأول حاجة تشغيل الغسالة بتاعتنا والغسيل اللي مالي والدنيا. ويشوفوا المطبخ يا جماعة، المطبخ يعني هو مش مكركب قوي بس مواعين قد كده. وتعالوا بقى اقول لكم السر الخطير النهارده عشان تلمعي المواعين بتاعتك وتخليها بتبرق كده كأنك لسه جايباها جديده. بس قبل ما اقول لكم بقى السر بتاعي، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف ام حنين جايبه ايه النهارده. جايبه يا ولاد شطه حمراء، الشطه السوداني اللي احنا بنخزنوها علشان نعملوا منها الدقه ونحط منها على الاكلات. شطه سوداني، هي بتبقى صغيره كده وحمراء، هوريها لكم دلوقتي. ديت انا بجيبها وبفرمها اهي يا جماعه. الشطه السوداني الحمراء ديت تعيش معاكي من السنه للسنه. وان شاء الله بعمل لكم فيديو بتخزينها للي يعني انواع الشطه اللي بتتخزن واللي تستنى معاكم. دي انا بعمل منها كل حاجه وبعمل منها الدقه. بشيلها عندي وبجيبها من السنه للسنه وبفرزها. اللي في ايدك ده ايه يا ام حنين؟ انت بتعملي ايه؟ ده ملوخيه؟ لا مش ملوخيه، ده نعناع كنت بنشفه وبعمله كده، بنعمه وبشيله عندي ايه، بعمل بالشاي. يعني انا بحب النعناع الاخضر، بس دلوقتي ايام النعناع البلدي الجميل. شوفوا بصوا بصوا يا جماعه، ريحته طالعه ماليه المطبخ، ماليه المطبخ، ده ماليه الشقه. وده كركديه. كنت انا بقى ايه، قمت الصبح كده غسلت شويه وغليت شويه ميه وحطيتهم عليهم وسبتهم لما يعني خروا اللون بتاعهم كده، وحطيت شويه السكر وعملت شويه عصير. الجو بقى حر بقى. وديت بقى ايه، وديت بقى بطلة شغل النهاردة في المطبخ، السلك الناعم ده يا جماعة. إيه، انا بحب اغسل بيه المواعين بصراحة وبحب ادعك بيه. بس ايه يعني بحب يعني بعد ما بغسل بيه اشطف ورايا، لان بيسيب كده ايه حاجات بسيطة رفيعة. بس انا يعني انا بحب ادعك بيه المواعين بقى. وهوريكم النهاردة المواعين بتاعتي يا جماعة. الالمونيا كام حاجة كده ما كانوش عاجبني، فقلت بقى ايه ادعكم بقى مع حبايبي واقول لهم السر الخطير بتاعي النهارده. وبلمع المواعين بتاعتي ازاي؟ هنشوفه دلوقتي. هو دلوقتي اللي انا فضيته ده صابون سائل، انا بجيبه بالكيلو، بس حاجه نظيفه وحاجه غاليه وحاجه نظيفه. انا بجيبه بالكيلو يا حبايبي، ماشي. هغسل بقى الاول الكوبايات بتاعتي، الحاجات الازاز انا بغسلها بالصابون السائل. مش هغسلها المكون اللي انا هوريهولكوا دلوقتي، اللي انا هغسل بيه ايه، اللي انا هغسل بيه الالموني. تمام. ليه يا ام حنين؟ لان الصابون يا جماعه، الصابون السائل بيلمع الازاز كده، بيخليه بيلمع كده وبيبرق كده. وساعات بحط شويه كلور كده في البلاستيكه اللي انا بحط فيها الصابون السائل، بيخلي الازاز بتاعي كده بيلمع. ماشي. انما الالومنيا ما بعملش عليها الكلور، انا بغسلها بحاجه تانية خالص عشان تلمع. الكلور انا بحس ان هو بيصديها اصلا. ماشي يا حبايبي. انا بغسل بقى الاستانلس بتاعي، الازاز، الكوبايات، ده كله بشويه صابون سائل على شويه كلور. وبدعك اخلي كوباياتي ريحه ونظافه وبتبرق كده كأن لسه شارياها جديد. ماشي يا حبايبي. لو وصلنا لحد كده مع ام حنين، لايك جميل من ايدكم الحلوه. ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ده يا ام حنين اللي انت بتوريه؟ شو بقول لكم؟ اصبروا عليا اصبروا، ده انا هوريكم دلوقتي. بصوا، هوريكم البدعه دلوقتي في الفيديو ده. بصوا بقى حبايبي، انا دلوقتي ايه، غسلت الاول الكوبايات علشان خاطر الاطباق بيبقى مكانها بيض، مكانها اكل وكده. ماشي. فانا بغسل الكوبايات بتاعتي الاول واحطها في الرشاقه، وبعد كده ايه، اخد بقى ايه الاطباق. وبعد كده ديت يعني شوفوا شوفوا يا ولاد، شوفوا اللمعان بتاعي يا ولاد والحلاوه والجمال. ماشي. بس هغسل بقى الحاجات اللي هي الخفيفه دي. واخش بقى على الالمونيا دلوقتي معاكم يا حبايبي. نخش على الألمونيا بقى ونشوفوا بقى ام حنين بتغسل مواعينها ازاي. وايه السر الخطير؟ بصوا، مجنزرة مجنزرة، شوفوا عاملة ازاي. طيب ايه بقى السر الخطير يا ام حنين؟ والله العظيم ده بصوا حاجة بتترمى في الزبالة يا جماعة. هو ايه ده يا ام حنين؟ الصابونة، صابونة بريحة، صابونة غسيل، اي صابونة عندك يا حبيبتي. بصوا، صابونه مريحه يا جماعه، اللي انتوا بنغسله بقى وشنا والكلام ده كله. هتقولي بتاعه الحمام؟ اه بتاعه الحمام انا باخدها لما خلاص بتبقى بتقرب تخلص، بقى اشاهدها كده على الحوض. شفتوا يا جماعه؟ شوفوا هي مش باينه قوي كمان عشان الاضاءه مش ظاهره قوي.
بس اقسم بالله العظيم، يعني انا باخد صابونه البروه اللي هي بتفضل في الاخر دي، انا باخدها بشاهدها تحت الحنفيه كده، بغسلها وبشاهدها لحد ما بنزل منها إيه يعني مكان ايدينا ومش عارفه ايه اشاهدها. وبعد كده انا بشيلها وبحوشها وبحطها كده في بلاستيكية زي ما انتوا شايفين، بحطها في بلاستيكية زي ما انتوا شايفين كده، وبحط عليها شوية مية وبدعك منها المواعين بتاعتي بتبرق. شوفوا يا جماعة، شوفوا الحلة، والله الحلة دي بقى لها عندي كام سنة، بقى لها دلوقتي اقول لكم بقى لها 11 سنة او 12 سنة. شوفوا يا جماعة، والله الحلتين دولت انا كنت جايباهم معايا من ليبيا، وبقى لهم حوالي 12 سنة عندي. شوفوا عاملين ازاي، بيلمعوا كده بيبرقوا. يلا يا شاطرة انت وهي، خلي كده مواعينك لسه جديدة، متخليش حد يعيب عليكي، ما تخليش حد يقول لك مواعينك عامله كده ليه. لا، خليكي شاطره كده وشملوله، وقومي اعملي زي ام حنين ما بتعمل كده، وقومي خدي مواعينك والحاجات اللي مش نظيفه عندك، او الحاجه اللي غامقه مش بتلمع، وهاتي اي بروه صابونه عندك او صابونه غسيل بجنيه، تمام، وحطيها كده، اعملي علبه مخصوصه كده ليها وحطيها على الحوض، وحطي شويه الميه، وقومي دعاكي مواعينك بحته السلكه. شوفوا يا جماعه، شوفوا وعليا النعمه تفتح النفس، والله تفتح النفس ان انا اعمل فيها حاجه دلوقتي. بصوا، شفتوا اللي معانا وشفتوا الحلاوه وشفتوا الجمال يا جماعه. انا بحب تبقى مواعيني كده بصراحه، انا بحب الحاجه تبقى نظيفه. اجيب الحاجه يعني ان انا اجي استخدمها اعمل بيها حاجه، تفتح نفسي للشغل كده، مش الاقي المواعين كده غامقه ومش نظيفه تسد نفسي. لا لا، انا بحب الحاجه بتلمع كده والحاجه بتبقى بتبرق، تفتح نفسي كده للغسيل. قومي يا شاطره انت وهي، يا جميله انت وهي، قومي كده لمي مواعينك اللي مش نظيفه عندك في قلب الحوض، وهاتي حته السلكه الناعمه واعملي بروه الصابونه زي ام حنين ما عملت، وقومي كده شملي لي نفسك يا عسل. ادي الشطه بقى هي يا جماعه، بغسلها، بشيل العنقود بتاعها اللي هو الاخضر ده، وبغسلها واسيبها في المصفى دي تتصفى عشان الميه بتاعتها. وبعد كده بقى باخدها بفرمها في المفرمه. تيجي بقى على البوتاجاز. بص، هو البوتاجاز زي ما انت يعني مثلا اللي هيشوفه يقول مش وسخ، لا ده نضيف. لا، انا بالنسبه لي ان هو مش نضيف. ماشي، هفك العيون بتاعته. بص، هو ده حاجات بواقي اكل مرميه عليه، انا بلمها قبل ما بدعك وكده عشان ما يجيش على السلكه، بتضايق انا بصراحه من الحاجات دي. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا وايدك الحلوه الجميله، يلا لايك كده عشان الفيديو ده كده عايزاه يبقى حاجه كبيره. ماشي يا حبايبي، زي انا ما بحمسكم كده انتوا كمان تحمسوا فيديوهات ام حنين يا جماعه. انتوا حبايبي والله وما استغناش عنكم، ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا الحمالات بتاعتي اهيت بتاعت البوتاجاز، اول حاجه بشيلها ليه الاول؟ اشيلها واحطها على الفوطه واسيبها تتصفى. قبل ما بدعك البوتاجاز تكون هي صفت الميه بتاعتها خالص، واروح حطها على البوتاجاز بعد كده. دي اللي وشاش السمراء اللي هي بتبقى على العيون من فوق، لقيتها برضو مش قد كده، قلت اغسلها يعني اول باول يا جماعه. نضفي بوتاجازك، حاجتك لما بتنضف اول باول بتبقى نظيفه، بتبقى يعني انت عن يعني انت ذات نفسك حاجتك اول باول تبقى نظيفه، مش ان انت مثلا تسيبيها مرة على مرة مرة على مرة، بتلاقي الحاجة بتتبهدل وملهاش عمر، يعني ما بيبقاش لها عمر. طول ما انت بتحافظي على حاجتك هتستنى معاكي على طول. والحاجة دلوقتي كمان بقت غالية، محدش مستحمل ان هو يروح يشتري ويدفع فلوس. اللي عنده حاجة يحافظ عليها، طول ما انت ايديكي في الحاجة وبتنضفيها، ان شاء الله حاجتك هتبقى انت يعني محافظة عليها وهتستنى معاكي على طول. ماشي يا حبايبي. انا كده بدعك الحمالات، بشوف بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بحطها على الفوطه دي، هتصفي الميه اللي فيها خالص وتنشف. عبال ما ادعك البوتاجاز بتاعي واروح حاطه الحمالات واحط الشاشه السمراء اللي انتوا شايفينها دي، بيبقى بصوا البوتاجاز بيلمع كده حاجه جميله. خش المطبخ بتاعك كده تلاقيه مريح كده نفسيا لما يكون نظيف كده، تحس ان انت مرتاحه نفسيا. انا عن نفسي يعني بصوا انا بغسله برضه يا جماعه بالبروه بتاعه الصابون اللي احنا بنرموها، والله العظيم اكتر الناس بيرموها، فخساره ما تترماشي. هاتوا علبة وحطوها كده، البروة اللي تطلع من تحت ايديكم لا هقول لكم بقى صنعوا واعملوا، لا البروة اللي هتطلع من تحت ايديكم ارموها في العلبة، حطوا عليها شوية مية وهتاخدوا بالسلكة وتدعكوا، هتخلي موعونكم زي الفل، هتخلي الاستانلس بتاع البوتاجاز زي الفل، بتشيل اي حاجة اي دهون اي حاجة عليه، وبتخليه بيلمع كده ما شاء الله عليه. العين الصغير دي عشان احنا بنعمله القهوة عليها على طول، في عيالي لما بيعملوا عليها القهوة القهوة تفور، فبتدي كده
عند الفوين كده. انا بحب بقى ايه امسكه كل مثلا يومين كده، ادعكه دعكه تمام يعني، واغسله دعكه حلوه. مش بتكل على العيال بصراحه، لان عمري ما عيالك مهما كانوا كبار مش هيبقوا زي. ف يعني اكتر الناس تمنت البوتاجاز نضيف، ولا انا بالنسبه لي مش نضيف. انا لما بيلمع كده ويبقى نضيف كده، انا عن نفسي ما بعرفش اطبخ الا لما يكون البوتاجاز نضيف. وممكن بعد ما بخلص اروح، بعد ما اخلص اكل اروح عاملاه، اروح مسحاه تاني يبقى نضيف بقى تحت ايدي. بصوا يا جماعه، بصوا الاستانلس، بصوا يعني البوتاجاز ده بقاله مده عندي والله، اللي يشوفه يقول عليه جديد، لان انا محافظه عليه اول باول بغسله. يعني الحمد لله الحمد لله. آه انا حابه كل واحده تشوف الفيديو، قومي انت كمان اعملي تشجعي كده ونضفي كده، وخلي حاجتك نظيفه، خلي كل اللي يخش بيتك يعني يقول ما شاء الله. الشطه بقى، الشطه الشطة السوداني يا جماعة، الشطة دي مولعة مولعة، بس أنا بحب استخدمها في الدقة، وبحب استخدمها في أكلات كتير. باخد منها ايه حاجات بسيطة كده، بيتزا بقى والحاجات، يعني الحاجات اللي ايه، أو السمك كده. بجيبها بخزنها من السنة للسنة. فهي نادر لما بلاقي الشطة السوداني دي. فأنا لقيتها مع واحدة بصراحة قاعدة، بقول لها بكام، قالت لي ب25 من هنا لهنا. خدتها منها ب20 جنيه. الشطة عندنا اساسا هنا ب40 وب45 جنيه. فانا لقيت دي سعرها كويس، فجبت منها كيلو وايه، وهفرمه واحطه في الفريزر، وان شاء الله انا كده كده هجيب شطة تاني منها. هوريكم انا بفرمها ازاي وبشيلها ازاي وبخزنها ازاي. بس اهم حاجة بقى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل يا جماعة. ماشي يا حبايب قلبي. ادي المطبخ بقى، بعد ما شطبته خلصت المطبخ، غسلت الرخامات بشوية كلور وشوية الصابون السائل. ده الشاحن بتاع التليفون. بس بقى ده ادي المطبخ بعد ما خلصته، والغسالة كانت شغالة. ماشي الحمد لله يعني. الدنيا رايقة، الدنيا نظيفة، الدنيا رايقة، انا طالعة مبسوطة بصراحة يعني. بصوا الغسالة كانت لسه شغالة. انا طالعة مبسوطة من المطبخ. اهم حاجة عند المطبخ ان يكون نظيف. المطبخ نظيف، الشقة من بره خلاص اعتبر اللي هي ايه، اللي هي نظيفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي، مع السلامة.